أبنائي طلاب الثانوية العامة، بدأت معاكم الأسبوع اللي فات مراجعة الفصل الثالث. وقفنا لحد السؤال رقم 25. هنكمل كأنه نموذج امتحان لحد سؤال 46. 26. المطلب الاقتصادي التي يمكن إضافته لمطالب الحزب الوطني في منتصف 1881. مطالب الحزب الوطني يا ولاد، مطالب الحزب الوطني اللي هي جمعية حلوان، اللي هي جمعية حلوان السرية. طب جمعية الحلوان السرية كانت عايزة ايه المطالب بتاعتها؟ قالت نمرة 1 أن تعاد أملاك الخديوي وأفراد أسرته للحكومة المصرية، طبعا هي كانت تحت الإدارة الدولية. نمرة 2 توحيد الديون في دين واحد وفايدة واحدة 4%. نمرة 3 إلغاء البند اللي بيقول تخصيص إيراد السكة الحديد لتسديد الديون. نمرة 4 عايزين نعمل مراقبة وطنية، مراقبة وطنية بس هيكون فيها 3 أجانب، لأن مصر لسه عليها ديون. ال3 الأجانب الدول الأوروبية تختارهم والخديوي يعينوا. دي كده المطالب بتاعتهم. طب نشوف كده، احنا عايزين نضيف حاجة بقى، عايزين نضيف حاجة للمطالب دي. استخدام هيئة أوروبية للمراقبة على المالية. لا، هم ما قالوش، هم قالوا احنا هنلغي المراقبة الأوروبية عشان نحد من النفوذ الأجنبي. إطلاق الحريات العامة في البلاد. لا، إن المطالب بتاعتنا كانت مطالب اقتصادية، مش مطالب سياسية ولا مطالب اجتماعية. توحيد الديون المصرية فايدة واحدة. طب ما هم طالبوا فعلا بتوحيد الديون بفايدة واحدة، توحيد الديون في دين واحد وفايدة واحدة. يبقى الإجابة عندي هتبقى نمرة كام؟ اللي هو الإجابة هتبقى د، اللي هو تخفيض الحصة المقررة لسداد الديون، اللي هي لو انتوا فاكرينها ساعة قانون التصفية لما قالوا ان احنا هناخد من مصر أكتر من نص الإيرادات لتسديد الديون، فده أدى إلى حرمان الأهالي من ثمرة جهودهم. فاللي احنا ممكن نضيفه ان احنا لازم نخفض الحصة بتاعة الديون. سؤال 27. استخدم المستشار الإنجليزي دانلوب التعليم كوسيلة من وسائل مواجهة الحركة الوطنية والقضاء على روح الابتكار، حيث جعله بمصروفات عالية. نتج عن هذه السياسة، عن السياسة السابقة، طبعا لما جعله بمصروفات عالية يا ولاد خلى التعليم مقصور في فئة قليلة. يعني معنى ذلك مش هيتعلم إلا الغني، فده هيؤدي لفوارق اجتماعية أو فوارق طبقية. تمام، بناء على اللي أنا شرحته هتبقى الإجابة. نبص كده، وجود المصريين في الوظائف الكبرى بالوزارات. ازاي احنا موجودين في الوظائف الكبرى بالوزارات واصلا هم مطبقين سياسه النجلسه؟ احنا سياسه النجلسه اللي هو طبع الاداره المصريه بالطابع الانجليزي. انشاء المدارس المهنيه والحرفيه في البلاد. لا، ما انشاوش، لان هم كان هدفهم ان احنا ما نتعلمش. ليه؟ لان هم ادركوا اهميه العلوم الحديثه. منع التدريس باللغه العربيه بالمدارس المصريه. لا، هو احنا ما قلناش ان انجلترا فرضت علينا سياسه النجلسه في التعليم، ما فرضتش علينا اللغه الانجليزيه. ب تعميق الفوارق الطبقيه بين ابناء الوطن الواحد. طبعا هتبقى الاجابه ديت، لانه خلوا التعليم بمصروفات عاليه. طبعا التعليم بمصروفات عاليه يبقى معنى ذلك ان التعليم مقصور في فئه قليله. يعني عندنا ناس متعلمين قليلين وغالبيه الشعب بيغلب عليه الجهل. 28. نتج عن سير احداثها تكوين تكتلات منذره بتكوين احلاف عسكريه. حادثه الاسكندريه ولا حادثه العربه ولا حادثه فاشوده ولا حادثه دنشواي؟ طبعا حادثه الاسكندريه دي عندنا في مصر، اللي هي المذابح والشجار ما بين الملطي وما بين العرباج المصري، ملهاش دعوه. حادثه العربه لسه قايلينها من شويه. حادثه دنشواي برضو موجوده عندي في مصر، وكرومر هينتهز الفرصه ويحكم احكام قاسيه. طيب حادثه فاشوده، ايه اللي حصل في حادثه فاشوده؟ هي فعلا تعتبر مقدمه لتكوين التحالفات العسكريه. يبقى الاجابه هنا حادثه فاشوده، بس هشرحها لك. طبعا احنا عرفنا دلوقتي ان فرنسا ارادت ان تحد من انطلاق انجلترا في القاره الافريقيه، فراحت بعت حمله عسكريه لفاشوده 1898. طبعا اعترضت انجلترا على وجود فرنسا في فاشوده، طبعا اعترضت على وجود فرنسا في فاشوده باسم الحكومه المصريه. طبعا كلنا كنا متوقعين ان كده في فطبعا انجلترا راحت بعت حمله عسكريه هي كمان، كده متوقعين ان في حرب هتقوم في فاشوده ما بين انجلترا وفرنسا. ولكن فجأة لقينا حصلت اتصالات دبلوماسية عن طريق وزراء الخارجية ما بين انجلترا وما بين فرنسا، وانتهت الاتصالات الدبلوماسية بانسحاب فرنسا. انسحاب فرنسا لصالح مين؟ لصالح انجلترا. طب ليه يا مس؟ هو ايه اللي حصل؟ وايه سبب الاتصالات الدبلوماسية؟ طبعا سبب الاتصالات الدبلوماسية هي ظهور قوة جديدة في اوروبا، اللي هي ظهور قوة المانيا. احنا كده بنتكلم عن بداية الاحلاف اللي هتدخل الحرب العالمية الحرب العالمية الاولى. يبقى حادثة فاشودة هي بتنذر بوجود تحالفات عسكرية. السؤال اللي بعده 29. في خلال الفترة من 1900 ل 1907 أنشئت في مصر 160 شركة تستثمر أموالها في مجال استصلاح الأراضي وتسليف الفلاحين، 93% منها للأجانب. ترتب على ما ورد في العبارة السابقة.
طبعا انا عندي في مصر 100 في الفتره من 1900 ل 1907 160 بنك وشركه. طبعا نسبه الاجانب اللي شغالين في البنوك والشركات كانوا حوالي 93%. البنوك والشركات بتشتغل في مجال الرهونات، استصلاح الاراضي الصحراويه، بيستصلحوا الارض البور ويبيعوها للفلاحين، ويرجعوا يبيعوها للفلاحين بفوائد مركبه. يجي وقت السداد الفلاح مش قادر يسدد، فراحوا حاطين ايدهم على الارض، وده ما يطلق عليه باسم البيوع الجبريه. طيب نشوف كده الاجابات، حد يجاوب بقى، يلا جاوبوا. سمع اجابه، هتبقى الاجابه نمره كام؟ د. بدات الملكيه تتسرب من ايدي المصريين، لان هم خدوا الارض مني بناء على البيوع الجبريه. السؤال اللي بعده، استند الخديوي عباس حلمي الثاني في بدايه حكمه على السلطان العثماني من اجل. طيب احنا عرفنا ان عباس حلمي الثاني حب يمارس سلطته كامله بعيده عن قوات الاحتلال، خلاص، وده طبعا كان عايز ينفرد بحكم عايز ينفرد بحكم مصر، او عايز يسترجع السلطه الفعليه، عايز يبقى هو الحاكم الفعلي. طبعا ده وقعته في ازمات مع مين؟ مع انجلترا، وانجلترا هتضغط عليه. انجلترا طبعا لما غضب كرومر بقى لك حكومته اللي هي حكومه لندن هتضغط على عباس حلمي الثاني، فيضطر عباس حلمي الثاني الى الايعاز لحسين فخري بتقديم الاستقاله. طبعا هو خد درس ان انا مش هصطدم مع كرومر بعد كده، تمام، وهيبدا يبحث عن قوه جديده عشان يستند عليها. طبعا اولى القوه اللي اعتمد عليها كان السلطان. طب انت بتعتمد على السلطان ليه؟ قال اعتمد على السلطان عشان يكون السلطان معايا، بدل ما يروح مع انجلترا ويبقى عليا. حاجه تانية، عشان في وقت الحاجه الاقي السلطان معايا. يبقى معنى ذلك ان هو بيدعم هنا، يعني يعتمد على السلطان عشان يدعم عشان يدعم سلطته الفعليه او يدعم سلطته الشرعيه، هي دي او دي، صح؟ طيب يبقى بناء على اللي انا شرحته هتبقى الاجابه عندنا ايه يا اولاد؟ رغبته في معاداه انجلترا والدول الاوروبيه، ولا اثبات قدرته السياسيه في حكم مصر، ولا تدعيم نفوذه السياسي ضد السلطه الفعليه، ولا تشجيع الروح الوطنيه لدى المصريين؟ طبعا الاجابه هتبقى نمره ج، اللي هو تدعيم نفوذه السياسي ضد السلطه الفعليه. يعني انا هعتمد على السلطان العثماني عشان يدعم سلطتي، بدل ما يروح معاهم ويعزلني. 31 مؤتمر الأستانة، حادثة فاشودة، يعبر الحادثان السابقان عن سياسة فرنسا الرامية إلى احنا عارفين ان فرنسا بتتبع انجلترا وانجلترا بتتبع فرنسا، تمام. طيب فرنسا بتتبع انجلترا، في عندي حاجات كتير بتدل على ان فرنسا بتتبع انجلترا. في عندك بعثة كيف، اول ما جت بعثة كيف انجلترا فرنسا خافت لحسن انجلترا تنفرد بمصر، فراحت بعت المسيوفي، تمام. عندك في مؤتمر الأستانة اول ما فرنسا حست ان انجلترا هتاخد مصر، فقالت لها لا، انا لازم اعطل المشروع البريطاني في مصر، لازم اعطل مصالح بريطانيا في مصر، فما قدمهاش اي وسيله للوسيله الدوليه، فراحت لاجئه لمؤتمر الأستانة، تمام. طب حادثه فاشوده، انجلترا انطلقت في القاره الافريقيه، فارادت فرنسا ان تحد من انطلاقها، فراحت بعت جيش الى فاشوده، تمام. يبقى مؤتمر الأستانة وحادثه فاشوده بيعبروا عن ايه؟ حد يجاوب؟ هل ملاحقة مواقف السياسة البريطانية، ولا فتح أسواق، ولا توسيع مناطق نفوذها الاستعمارية، ولا نشر أفكار ومبادئ ثورتها التحررية؟ طبعا متهيألي الإجابة واضحة قدامنا كلنا، هتبقى الإجابة نمرة ألف، إن فرنسا بتتبع مواقف مين؟ بريطانيا. 32 اتضح في السنوات الأولى التي أعقبت فشل الثورة العربية. السنوات الأولى اللي هم ال10 سنين الأوائل يا أولاد، اللي هم أوائل الاحتلال، أول 10 سنين من الاحتلال. احنا ما كانش عندنا حركة وطنية، صح؟ هنقول خمدت ولا اختفت؟ لا، هنقول خمدت. خمدت ليه؟ بسبب سياسة الاحتلال البريطاني، وبعد كده سيطرت انجلترا على كل حاجة في مصر، والخديوي ما كانش بيتحرك. الخديوي اعتبر ان العربيين اعتبر ان الانجليز هم اللي حموه من العربيين، تفرق الشخصيات البارزة وخلعوا ثوب المقاومة، ومنهم من صنع الانجليز. كده انت ملاحظ هل في حركه وطنيه منظمه؟ طب يا ميسي، فين الحركه الوطنيه؟ ما انت بتقولي دلوقتي ان هم خلعوا سبل المقاومه، ماشي، ما انا قلت دلوقتي ان الحركه مش خمدت، انا مش قلت ان الحركه انتهت، لا، انا قلت الحركه خمدت، في عندي مظاهر حركه. طب فين مظاهر الحركه يا ميس؟ موجوده عندك جمعيه الانتقام التي تم القاء القبض على اعضائها، موجوده عندي جريده العروه الوثقى بتاع جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده، موجوده عندي جريده المؤيد بتاعت الشيخ علي يوسف. يبقى الحركه الوطنيه هنا كده انت ملاحظ فيها ان مفيش عندي حركه منظمه، مفيش قياده منظمه للحركه الوطنيه. يبقى الاختيار عندي هنا هتبقى نشوف كده.
حتى لما نيجي نناقش التغيير في موقف الخديوي، لا، موقف الخديوي هو قبل الاحتلال زي بعد الاحتلال. الخديوي مع الايه، مع الاجانب وبيميل ليهم وبيضطهد الحركه الوطنيه. انعدام مظاهر المقاومه، لا، ما انا لسه قايله لك ما تعدمتش، ما فيش، يعني احنا ما قلناش ان هي ماتت، لا، احنا بنقول هدأت، الحركه هدأت. طيب تغيير شرعيه رأس الدوله المصريه، لا ما تغيرش، ما توفيق هو في العشر سنين لسه توفيق مش هيروح الا 1892. تمام. يبقى افتقاد الدوله ايه؟ افتقاد البلاد لحركه وطنيه منظمه. السؤال اللي بعده 33 من يصطلي بالنار ليس كمن يسمع عنها. يعني ايه العباره ديت؟ العباره دي معناها ان اللي موجود في قلب الحدث غير اللي براه. يعني انت لما تجرب حاجه غير اللي ايه، غير لما تسمع عنها. ده المقصود بيها. يعني العباره السابقه يمكن ان تكون لسان حال اي من الشخصيات الاتيه التاريخيه التي عانت من اجراء اختياراتها. يعني اخترت حاجه وعانيت منها، يعني اختياري كان سبب في تدميري. طيب ايه اللي بيأكد عندك الكلام ده؟ اسماعيل عندما انحاز للمطالب الوطنيه، ولا سعيد عندما فتح باب الاستدانه من الخارج؟ طب ما هو سعيد لما فتح باب الاستدانه من الخارج الدول الاوروبيه ما جاتش ناحيته، لان سعيد ما كانش عنده طموحات توسعيه. محمد علي عندما عقد صلح كوتاهيه، لا، ده صلح كوتاهيه كان في صالح محمد علي. ليه؟ لان صلح كوتاهيه ادى لتوسيع حدود الدوله المصريه. محمد علي عندما وضع قاعده الحكم الاستبدادي، ما غلص هو اتخلص من المشاكل وتخلص من الزعامه الشعبيه وتخلص من المماليك وانفرد بحكم ايه؟ بحكم مصر، ما ضرتوش يعني. يبقى اذا انا ما قداميش الا اسماعيل عندما انحاز للحركه ايه؟ الوطنيه. هتقول لي ازاي؟ هشرحها لك ازاي. هو اسماعيل لما انحاز للحركه الوطنيه، لما استجاب ليهم ولما شال الوزاره الاوروبيه وعمل وزاره محمد شريف، وزاره نيابيه، ده اغضب مين؟ انجلترا وفرنسا، لان انجلترا وفرنسا مش عايزين حياه نيابيه. فانجلترا وفرنسا راحوا عاملين ايه؟ راحوا ضاغطين على السلطان العثماني، يا سلطان يا عثماني شيل مين؟ شيل اسماعيل. وفعلا السلطان هيستجيب وهيصدر فرمان بعزل اسماعيل وتعيين بدل منه ابنه توفيق. السؤال اللي بعده وثق مصطفى كامل علاقته بالشخصيات الادبيه في فرنسا. هدف مصطفى كامل من هذا التوجه. طبعا احنا عرفنا وسائل مصطفى كامل اعتمد في كفاحه على 3 وسائل: اوثق علاقتي مع الخديوي، اوثق علاقتي مع السلطان، اوثق علاقتي مع فرنسا. طبعا اشمعنى مع فرنسا؟ لان طبعا انتهز فرصه العداء اللي موجود ما بين انجلترا وما بين ايه؟ ما بين انجلترا وما بين فرنسا. اكتر الخطب بتاعته كان بيلقيها فين؟ في فرنسا. ومن ضمن الشخصيات اللي وثق علاقته بيهم كانت مدام جولييت ادم. تمام. طيب السؤال هنا بيقول لك وثق مصطفى كامل علاقته بالشخصيات الادبيه في فرنسا. هدف مصطفى كامل من هذا التوجه هل الاستعانه بدعم الجمهوريه الخامسه؟ لا، الجمهوريه الخامسه اصلا ما كانش لسه موجوده اساسا. الجمهوريه الخامسه مش هتتاسس الا 1959 بتاع شارل دي جول، وهناخدها في النص الثاني. تصديه لازدواجيه الفكر والثقافه، لا، ما كانش فيه ازدواجيه فكر وثقافه مصطفى كامل بيتصدى ليها. استغلال تناقضات السياسه المصريه، السياسه الدوليه. هتبقى الاجابه استغلال تناقضات السياسه الدوليه، اللي هو استغل الصراع اللي موجود ما بين انجلترا وما بين فرنسا. تمام. مخاطبه السلطه التشريعيه الفرنسيه طبعا مستبعده تماما. هو ما كانش بيخاطب، لا، ده هو كان بيلقي الخطب بتاعته في هناك في فرنسا. يبقى لكن مش مخاطبه السلطه التشريعيه الفرنسيه. سؤال 35 ظهرت اول صور استبداد الخديوي توفيق بالسلطه في مصر من خلال اعاده المراقبه الثنائيه، ولا اسناد الوزاره لرياض باشا، ولا اجراءات تعديلات وزاريه، ولا اقاله وزاره البارودي؟ طبعا احنا قلنا ان توفيق حكم مطلق، طبعا امتداد لحكم اسره محمد علي، كلهم بلا استثناء الحكم بتاعهم حكم مطلق. طيب اول مظاهر استبداده بالحكم، اول مظاهر استبداده بالسلطه امتى؟ لما التقت اهدافهم مع، او التقت ميوله مع ميول القنصلين الانجليزي والفرنسي، فراح عمل على اقاله وزاره محمد شريف. طبعا وزاره محمد شريف دي وزاره دستوريه. تمام. طبعا لانه بتعطل سلطته، بتعطل سلطه توفيق. وبناء عليه بعد ما شال الوزاره هو عمل ايه؟ تولى الوزاره بنفسه لحين رجوع رياض. طبعا ده كده كان مخالف لايه؟ كان مخالف لمرسوم 1878. يبقى الاجابه عندي هتبقى نمره، نسمع الاجابه. طبعا الاجابه هتبقى نمره ب. السؤال اللي بعده 36 ناخد بالنا من السؤال. طبعا احنا اغلب الاسئله اللي احنا بنحلها دي ثانويه عامه عشان نشوف الوزاره ماشيه ازاي، او اتجاهات الوزاره بتبقى اسئلتها شكلها عامل ازاي. تحولت مطالب احمد عرابي وزملائه من مطالب خاصه الى مطالب سياسيه. طبعا كلمه مطالب خاصه يعني مطالب عسكريه، اتحولت من مطالب عسكريه الى مطالب سياسيه عامه، فكانوا لسان حال الامه باسرها.
حدد أي من المطالب الآتية ينطبق على العبارة السابقة. هنشوف الاختيارات ونشوف الدنيا فيها إيه. منع تعسف القيادات التركية تجاه الضباط المصريين، طبعا ده مش مطلب سياسي، ده يعتبر مطلب عسكري خاص بيهم. طيب نمرة ب، دفع نص أجرة بالسكة الحديد وزيادة المرتبات، برضو ده يعتبر مطلب عسكري، مطلب فئوي اللي هي المطالب الفئوية. تمام. طيب إنشاء حصون جديدة للدفاع والحماية المدنية، طيب ده مطلب سياسي. طبعا المطلب ده مطلب أمة، يعني المطلب ده للأمة كلها، أنا بدافع عن الأمة كلها، بس في الوقت نفسه هو مش مطلب سياسي، هو يعتبر مطلب عسكري. تمام. مناهضة التغلغل الأجنبي في شؤون مصر، يعني إيه مناهضة التغلغل الأجنبي في شؤون مصر؟ يعني مقاومة التدخل الأجنبي في شؤون مصر. إمتى الكلام ده؟ ساعة المذكرة المشتركة الثانية، لما انجلترا وفرنسا بعتت المذكرة المشتركة الثانية وقالت احنا عايزين نشيل وزارة مين؟ وزارة البارودي ونقل عرابي خارج البلاد. طبعا ده كده يعتبر تدخل في الشأن الداخلي، وبناء عليه البارودي رفض المذكرة. يبقى الإجابة عندي هتبقى نمرة ج. السؤال اللي بعده، القطرة التي أفاضت الإناء، أي من الآتي ينطبق على العبارة السابقة؟ يعني إيه يا أولاد القطرة التي أفاضت الإناء؟ إحنا بنقولها بأسلوب تاني، القشة التي قدمت ظهر البعير، أو الشرارة اللي أشعلت الثورة. بيبقى عندي عوامل متراكمة وبعد كده بتيجي حاجة بسيطة بتروح محركة كل العوامل ديت. تمام. الكلام ده بينطبق على، نشوف كده الاختيارات اللي هيتها لنا. اتخاذ إجراء إداري من وزير الحربية تجاه أحد الضباط المصريين، طبعا المقصود بالعبارة ديت اللي هو مين؟ عثمان رفقي لما نقل عبد العال حلمي. تمام. سوء نظام الحكم القائم دون قيود أو رقابة نيابية على الحاكم، طبعا سوء نظام الحكم اللي هو الحكم المطلق. تمام. طب ما هو الحكم المطلق برضو يعتبر عامل من عوامل قيام الثورة العربية، بس مش عامل مباشر، ده يعتبر من العوامل المتراكمة. طيب معاناة الشعب المصري من التدخل الأجنبي ووطأة الديون، ماشي، احنا بنعاني وده يعتبر سبب من أسباب قيام الثورة، بس برضو يعتبر عامل متراكم مش عامل مباشر. تخصيص أكتر من نص الميزانية لتسديد الديون وانعكاساتها، طبعا ده قصده بيها قانون التصفية، لما أخدوا مني أكتر من نص الديون لتسديد الديون، فده أدى إلى انهيار الخدمات الاقتصادية وحرمان الأهالي من ثمر جهودهم، برضو ده سبب لكن مش سبب مباشر. تمام. أمال فين القشة اللي قطمت ظهر البعير؟ فين القطرة التي أفاضت الإناء؟ يبقى المقصود بها هنا، يبقى الاختيار بتاعي هنا هيبقى نمرة ألف اللي هو اتخاذ إجراء إداري من وزير الحربية تجاه أحد الضباط المصريين، اللي هو نقل عبد العال حلمي إلى مقر وزارة الحربية، وده تقليل من شأنه خلاص، وعينوا مكانه أحد الأتراك الشراكسة. فدي تعتبر الشرارة اللي أشعلت الثورة العربية، وطبعا هيترتب عليها اجتماع الضباط في بيت أحمد عرابي. السؤال اللي بعده 38، تمثلت الشرارة التي حركت الدول الأوروبية للتدخل ضد الخديوي وإسماعيل. طبعا تبقى انت عارف الحتة فين اللي اتدخل فيها الأجانب في إسماعيل، في اتجاه إسماعيل. طبعا امتى؟ لما بدأ يتوسع، لما بدأ يتوسع فين؟ في الجنوب وشرق أفريقيا. يعني معنى كده ان هو وصل لحد منابع ايه؟ منابع النيل، وده القسم المشترك اللي موجود ما بين محمد علي وما بين إسماعيل، اللي هو الحفاظ على المصدر المائي، الحفاظ على المصدر المائي بتاع مصر. تمام. طبعا الدول الأوروبية كانت بتتوسع في نفس المنطقة اللي بيتوسع فيها إسماعيل، يعني أصبح إسماعيل يشكل خطر على الدول الأوروبية، على مصالح الدول الأوروبية، في تنافس استعماري في المنطقة ديت. تمام. نشوف كده بقى الاختيارات عندي هنا. هل تهديده للأطماع الأوروبية في شمال أفريقيا؟ لا، هو ما هددش الأطماع الأوروبية في شمال أفريقيا، هو توسع لسه قايلة في الجنوب وشرق أفريقيا. بدء العمل في حفر قناة السويس، لا، هي قناة السويس أصبحت من عوامل التدخل في شؤون مصر، بس مش بدء العمل، لا، لما افتتحت قناة الملاحة. طيب اهتمامه بالأسطول والجيش، لا، هو كده ما هددش الدول الأوروبية، لأن هو كان حاصل على فرمانات من السلطان العثماني، وبناء على الفرمانات اللي حصل عليها من السلطان العثماني هيبدأ يهتم بالأسطول ويزود عدد الجيش، بدل ما كان 18,000 هيصبح الجيش 30,000. توجهه للسيطرة على منابع النيل، تبقى الإجابة عندي نمرة كام؟ نمرة د. السؤال اللي بعده 39، إذا كان التدخل الأجنبي في مصر قد بدأ اقتصاديا وماليا، إلا أنه سرعان ما اتخذ شكل آخر تمثل فيه. طيب يبقى احنا نرجع هنا لصور التدخل الأجنبي. طبعا أول صور التدخل الأجنبي كان بعث الكيف، وطبعا ده كان بتدخلوا هنا أو بعث الكيف كان هدفها هدف اقتصادي. وبعد كده موجود عندي صندوق الدين، برضو ان هم بيجمعوا في الصندوق ده، بيجمعوا المبالغ المخصصة للديون. بعد كده عندي المجلس الأعلى للمالية اللي هو عشان يبحث الحالة المالية بتاعت مصر.
بعد كده موجود عندي المراقبه الثنائيه، انا هعين 2 مراقبين، واحد انجليزي والتاني فرنسي، واحد على الايرادات والتاني على المصروفات. تمام. بعد كده جت لجنه التحقيق العليا، لجنه التحقيق العليا او لجنه التحقيق الاوروبيه 1878. طبعا لجنه التحقيق كان جاي عشان تحقق في العجز اللي موجود في الايرادات. وبعد كده اصبحت اللجنه هتحقق في العجز اللي موجود في الميزانيه كلها، ايرادات ومصروفات. معنى كده ان ميزانيه مصر كلها ايرادات ومصروفات اصبحت في ايد مين؟ اصبحت في ايد الاجانب، وده بيؤدي الى اخلال بمبدا سياده الدوله. تمام. يبقى الاجابه عندي هنا هتبقى نمره كام بناء على اللي انا شرحته؟ هل تقديم المعونات الماليه، ولا الانتقاص السياسي من السياده المصريه، ولا عقد مصر معاهدات ماليه دوليه، ولا المساندات القائمه من الدوله القادمه من الدوله العثمانيه؟ طبعا هتبقى الانتقاص السياسي من السياده المصريه. اختلف وضع طوائف الحرف في مصر بعد عام 1840 ووضعهم في ظل الاحتلال البريطاني لمصر من خلال. نبص الاختيارات: مشاركتهم في الاستثمارات الأجنبية في الصناعة، ولا مشاركتهم في الوكالات التجارية الأجنبية. طبعا طوائف الحرف اللي هي الصناعات الحرفية اللي هي الصناعات اليدوية، طبعا أكيد هم ما شاركوش في الاستثمارات الأجنبية ولا في الوكالات التجارية. تمام. مساهمتهم في البيوع الجبرية أو الوفائية، طبعا دول كانوا الفلاحين. تمام. استمرار تمثيلهم في تنظيم يحميهم كطائفة. طب نشرح ونشوف الأول احنا هنختار ايه. طبعا اختلف وضع طوائف الحرف في مصر بعد 1840. بعد 1840 طوائف الحرف موجودة. طوائف الحرف دي موجودة من العهد العثماني، ومحمد علي برضو خلاهم. يعني رغم ان محمد علي عمل على ازدهار الصناعة، بس نظام الطوائف فضل موجود زي ما هو عشان يوفر حاجة السوق ايه المحلية. تمام. حتى بعد تسوية لندن، لما ضربنا في تسوية لندن 1840، نظام الطوائف فضل موجود ولا اتلغى؟ لا، فضل موجود. امال اتلغى امتى؟ اتلغى 1891 في عهد مين؟ في عهد توفيق. يبقى الاجابة عندي استمرار تمثيلهم في تنظيم يحميهم كطائفة. السؤال اللي بعده 41. أكدت سيادة إنجلترا في مصر بعد حادثة فاشودة 1898 على. سياسة إنجلترا في مصر بعد حادثة فاشودة 1898. طبعا عارفين حادثة فاشودة والاتصالات الدبلوماسية اللي تمت ما بين إنجلترا وما بين فرنسا لمواجهة قوة مين؟ ألمانيا. وطبعا انسحبت فرنسا من فاشودة بدون أي صدام مسلح. طبعا انسحبت فرنسا من فاشودة لصالح مين؟ لصالح إنجلترا. معنى ذلك إن اللي حقق الانتصار في فاشودة كانت مين؟ كانت إنجلترا، بس الانتصار هنا انتصار إيه؟ دبلوماسي. طبعا انت بتسالني طيب هي ليه فرنسا انسحبت اصلا؟ طبعا فرنسا انسحبت بسبب سياسه المصالح الدوليه، عشان في خطر بيواجههم او في تغيير في اوروبا اللي هي بدات تظهر التحالفات. ايه التحالفات اللي ظهرت؟ اللي هي المانيا. تمام. يبقى معنى ذلك ان احنا من مصلحتنا احنا الدولتين ان احنا يبقى في بينا اتصالات دبلوماسيه، بنسمي مرحله الاتصالات الدبلوماسيه دي اللي هي مرحله الغزل السياسي. طيب بعد حادثه فاشوده، طبعا حادثه فاشوده دي كانت مقدمه لايه؟ مقدمه للوفاق الودي اللي تم ما بين انجلترا وفرنسا 1904. تمام. طيب بعد اللي انا شرحته بيقول لك هنا اكدت سياسه انجلترا في مصر بعد حادثه فاشوده 1898 على قوة الخديوي عباس في مواجهة الأزمات. لا طبعا، لأن حادثة فاشودة أثرت بالسلب على عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني ركن لسياسة المسالمة بعد حادثة فاشودة، لأنه كان معتمد على فرنسا في إن هو هيطلع إنجلترا من مصر. طيب دلوقتي فرنسا في اتصالات بينها وما بين إنجلترا. تمام. يبقى أنا يئست، يبقى أنا كده كان كل اعتمادي على فرنسا. فرنسا خلاص هتروح مني. فيئس بقى، يئس عباس حلمي الثاني وركن الى سياسه المسالمه، وراح عمل معاهم ايه؟ وراح عمل مع انجلترا اتفاقيه الحكم ايه؟ الثنائي. طيب يبقى قوه الخديوي عباس في مواجهه الازمات؟ لا. التوافق ما بين الخديوي عباس ومصطفى كامل؟ لا طبعا، لان خلاص مصطفى كامل بعد حادثه فاشوده ادرك استحاله الاعتماد على مين؟ على الخديوي، فما ينفعش الاختيار ده. دعم فرنسا للقضيه الوطنيه المصريه، طبعا بعد اللي انا اتكلمت عنه فرنسا هتدعم القضيه المصريه ازاي؟ ما فرنسا راحت لانجلترا خلاص. تمام. سعي القوى الدوليه لخدمه مصالحها، طبعا سعي القوى الدوليه لخدمه مصالحها. يبقى الاجابه عندي نمره كام؟ نختار. يبقى الاجابه عندي نمره د، سعي القوى الدوليه لخدمه مصالحها. اتصالحوا مع بعضيهم بسبب سياسه المصالح الدوليه او بسبب المصالح المشتركه. السؤال اللي بعده، ادعى اللورد كرومر عدم كفايه المصريين للحكم الذاتي بعد طبعا حادثه ايه؟ فاشوده. بعد حادثه فاشوده الوفاق الودي، طبعا الوفاق الودي بين انجلترا وفرنسا. تمام. هيشجع مين؟ انجلترا. اطمأنت انجلترا لعدم المعارضه الدوليه، اطلقت يدها في مصر، اتهمت المصريين بعدم القدره على الحكم ايه؟ على الحكم الذاتي.
تمام. يبقى اتهمت المصريين بعدم القدره على الحكم الذاتي بعد الوفاق الودي. طيب نشوف كده الاجابات. التفاهم حول سوريا ولبنان، لا لسه ما خدناش التفاهم حول سوريا ولبنان. احداث الاسكندريه المدبره، احداث الاسكندريه المدبره دي كانت عاملاها مين؟ كانت عاملاها انجلترا عشان يبقى عندها حجه او ذريعه. طيب صفقه مراكش الاستعماريه، هتقول لي يا مس ما خدناهاش. لا، ما هي الوفاق الودي على فكره. صفقة مراكش الاستعمارية اللي هي الوفاق الودي، لما تم الوفاق ما بين انجلترا وفرنسا. طب ليه يا مس سميناها صفقة مراكش؟ لأن بناء على الوفاق الودي انجلترا هتطلق يد فرنسا في مراكش، مقابل ان فرنسا مش هتطلب من انجلترا تحديد موعد بالجلاء عن مصر. يبقى لا اما هسميها الوفاق الودي، لا اما هسميها صفقة مراكش الاستعمارية. سؤال 43، امامك صورة توضح احدى فرمانات الدولة العثمانية. طبعا الصورة قدامنا اهي. طبعا ده الفرمان بتاع اغسطس 1879. طبعا الفرمان ده اللي هو عطاه السلطان العثماني لمين؟ لتوفيق. طبعا احنا عرفنا ان توفيق تولى حكم مصر بناء على فرمان 1866. طبعا السلطان العثماني عطى الفرمان ده ليه؟ عشان يأيد سلطة توفيق ويسحب منه كل المزايا التي سبق اقرارها لمين؟ لاسماعيل. طبعا الفرمان بينص على ايه؟ الفرمان بينص على ضروره ابلاغ الباب العالي بكافه المعادات التي تنوي مصر عقدها. نمره 2، عدد الجيش يقل تاني يرجع لكام؟ 18,000. حظر القروض، ما نجيبش قروض الا باذن من الدول الدائنه، ويكون الهدف من القروض هو تسديد الديون القديمه. طيب بناء على الكلام اللي انا شرحته، تمام، يبقى هنا تدعيم سلطه الخديوي في مصر، لا ده ما بيدعموش. عشان كده لما يجي سؤال يقول لك ما تقييمك لمصداقيه العباره؟ كانت السلطه الفعليه في يد توفيق عقب توليه الحكم. لا، السلطه الفعليه مش في ايده. بناء على الفرمان ده السلطه الفعليه في ايد السلطان، يبقى ده ما ينفعش. الغاء لقب حاكم سياسي، لا ما اتلغاش. التنصل من التزاماته السابقه، يبقى الاجابه عندي نمره كام؟ يبقى الاجابه عندي هتبقى نمره ج. التنصل من التزاماته السابقه، عايز يسحب كل الفرمانات التي سبق اقرارها لمين؟ لاسماعيل. السؤال اللي بعده 44، طبعا قدامك تقرير. التقرير ده بتاع اللورد كرومر، بعد ما طبعا الصناعه بتاعتنا اتدمرت، تمام، فبعت كرومر تقرير، بعت تقرير لحكومته بيقول فيها ان هو بيفتخر بان كل المنتجات اللي موجوده في السوق المصريه حتى في المحلات الصغيره اصبحت منتجات اجنبيه، يعني مغرقين السوق بتاعنا بالمنتج بتاعه. تمام، من خلال اللي شرحناه هيبقى الاختيار. ازدهار الصناعات اليدويه في مصر، لا طبعا ده الصناعات اليدويه انهارت. اقتصار اهتمام مصر بالصناعات الحربيه، ولا تدهور نظام طوائف الحرف في مصر، ولا نجاح سياسه الاغراق السلعي للسوق المحلي؟ طبعا من خلال النص اللي موجود قدامنا يبقى نجاح سياسه الاغراق السلعي للسوق المحليه. سؤال 45، طبعا يا اولاد هو نفس النموذج بتاع الامتحان، يعني احنا ماشيه الورقه عندي بنفس النموذج بتاع الامتحان. ما الاثر الناتج عن حادثه فاشوده 1898 على الاوضاع الثقافيه في مصر؟ اوضاع ثقافيه، احنا خدنا اثر حادثه فاشوده على عباس حلمي الثاني، واثر حادثه فاشوده على مصطفى كامل. فين يا مس الاحوال الثقافيه؟ احنا ما خدناش الاوضاع الثقافيه. لا، ما احنا خدنا اثر حادثه فاشوده على مصطفى كامل. مصطفى كامل حادثه فاشوده اثرت عليه ازاي من الناحيه الثقافيه؟ لما اصدر جريده اللواء، اصدر جريده اللواء سنه كام؟ 1900. طبعا كان هدفها المطالبه بالاستقلال. وقلنا مصطفى كامل لما اسس جريده اللواء 1900 تتزامن مع زياره عباس حلمي الثاني للندن. تمام. طيب نمره 2، اصدر جريده العالم الاسلامي في اطار الجامعه الاسلاميه. وطبعا جريده العالم الاسلامي طبعا دي بتؤكد علاقه مصطفى كامل بمين؟ بالسلطان، لان هو بعد فاشوده فقد الاعتماد على الخديوي لكن وثق علاقته بالسلطان. ايه الدليل على انه وثق علاقته بالسلطان؟ جريده العالم الاسلامي. سؤال 46، حدد العلاقه ما بين المانيا ووضع الاحتلال الانجليزي في مصر خلال العقد الاول من القرن العشرين. طبعا العقد الاول اللي هي اول 10 سنين في القرن العشرين، يعني هتبقى ابتداء من كام؟ ابتداء من 1900 لحد 1909. طيب 1900 ل 1909 كان في ايه اللي حصل؟ الوفاق الودي. الوفاق الودي السبب الرئيسي فيه مين؟ السبب الرئيسي فيه المانيا. طبعا المانيا لما ظهرت، تمام، دي هتؤدي للاتصالات الدبلوماسيه ما بين انجلترا وفرنسا ساعه حادثه فاشوده اللي انا لسه شرحها من شويه. طيب وبعد كده الوفاق الودي مين السبب فيه؟ المانيا. هيتم عقد الوفاق ما بين انجلترا وفرنسا. طبعا انجلترا هتطلق يد فرنسا في مراكش، مقابل ان فرنسا مش هتطلب من انجلترا تحديد موعد بالجلاء عن مصر. فاطمأنت انجلترا لعدم المعارضه الدوليه واطلقت يدها في مصر، واتهمت المصريين بعدم القدره على الحكم الذاتي، وبدات تصدر احكام قاسيه
والدليل على كده اللي حصل في حديث الدين شوي. طبعا كان الهدف من الاحكام القاسيه هو اخماد الحركه الوطنيه الى الابد. طيب ايه اللي خلاها اصدرت الاحكام القاسيه ديت؟ يعني الوفاق الودي، ان هي اطمأنت لعدم معارضه دوليه، يبقى بسبب سياسه المصالح الدوليه اصدرت الاحكام القاسيه. شكرا، سلام عليكم، اتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله.